النهارده برضو يا جماعة وقعت على فيديو بيتريق على الغلا بتاع الفلاح موافي وعامل نسبة مشاهدة حلوة قوي قوي. يعني إيه؟ هو عاملين هنا صينية الرز المعمر قد ايه؟ ثواني. ماشي. اكيد انتوا شفتوا الفيديو او عارفينه. الفيديو عاملة صينية رز معمر قد كده وعاملة 6 بيضات. صينية الرز المعمر انتوا 3 افراد قد كده. الصينية دي احنا كنا بنعملها زمان تأكل عيلة. كنا بنغمسها بالعيش الناشف اللي في الأرياف عندنا بيسموه العيش الملدن. تمام. الست بيضات اللي هي بتتكلم فيهم دول احنا كنا بنعمل 3 بيضات بحتة زبدة أو بشوية زيت ونقليهم ونحط عليهم يا إما حتة جبنة بيضة قريش يا إما حتة جبنة قديمة، وكانت العيلة بتاكل وكانت بتبقى لقمة زي العسل. بتتريق على الغلا وهي عاملة صينية رز معمر تأكل عيلة وعاملة 6 بيضات. طول عمرنا البيض غالي. انا يا جماعه مش لا اتنكر لازمه الغلاء، انا معترفه بازمه الغلاء، بس انا بناقش سلوكيات الناس. الناس ما عادتش بتحمد ربنا وعاد في تبذير. بعض الناس، في ناس لا. صينيه الرز المعمر اللي هي بتتكلم فيها دي وربي كنت بعملها كانت بتاكل عيله كامله. انا اللي كنت بعملها في الفرن عندنا كده بعد ما نخلص الخبيز نعمل صينيه الفرن وناكل فيها طول النهار بالعيش. ال6 بيضات دولي كنا نعمل ال3 بيضات، انا قلت الكلام ده تقريبا في اول الفيديو، وعليهم حته الجبنه وكانت بتبقى لقمه زي العسل. طول عمرنا البيض غالي. طول عمر السلايف واللي تطلع عند الفراخ الاول تطلع الطيور يسرقوا البيض في جيوبهم وهم نازلين. عادي بيحصل والله العظيم. بيحصل وبيحصل. انا مش ببرر للازمه، بس انا بقول للناس اللي بتروج ان مفيش ان الناس جعانه. انت عامله صينيه رز معمر قد كده والله العظيم 3. انا كنت بعملها العمال عندي من سنتين 6 رجاله عمال، بس كنت بعمل جنبها صينيه رز ببطاطس في الفرن وامشي حالي. ما كنتش، وكان الفريزر بتاعي مليان لحمه على فكره، ما كنتش اعمل كل يوم لحمه خالص. وكانوا عمال وصنايعيه، بس كانوا صنايعيه محترمين بصراحه الله يصلح حالهم. كنت اللي احطه ليهم ياكلوه. فانا قصدي ان احنا دلوقتي نقدر ندبر نفسنا باي حاجه. والاستاذ اللي هو الفلاح موافي او اسمه ايه مش عارفه في الفيديو، الفلاح ايه مش عارفه اسمه الفلاح ايه، المهم الفلاح موافي ده ممكن تكون نيته سليمه من باب العرض من باب الهزار من باب الضحك، بس حضرتك لازم ناخد بالنا ان احنا بنعمل اثاره للراي العام. ان الفيديو ده مش بس المصريين اللي بيشوفوه، العرب ودول تانية، وفي ناس بتحط عليه تقارير وفي ناس بتحط فيه كلام وحش. الفيديو ده بيسيء لمصر. انا عارفه ان حضرتك ما بتقصدش، بس يا جماعه اللي بيتريقوا على الغلا يخلوا بالهم ان هم دلوقتي بيثيروا الفتن وبيثيروا مشاكل. المفروض ان احنا نهدي الناس، المفروض ان احنا نهدي الرأي العام لحد ما الأزمة تمر. انت عاملة صينية رز معمر قد كده اهو، بتقولي عاملة نص بلبن نصها بمية ونصها بلبن على اساس برضو ان اللبن غالي. طب ما حضرتك الصينية ديت انتوا 3 افراد، انتوا 3 افراد صينيه رز معمر. اقسم بالله العلي العظيم الصينيه دي انا قلت قبل كده ان انا كنت باكل بيها 5 6 رجاله، وكنا بنعملها لعيله، واللي كان عايش في ارياف عارف الكلام ده. كمان ان احنا سبب الغلاء سلوكياتنا. النهارده الفلاح بقى بيشتري كل حاجه زيه زي اللي عايش في المدينه، بيشتري بيض وبيشتري فول وبيشتري طعميه. الاول ما كانش الكلام ده، وده هناقشه في فيديو تاني دلوقتي. بس رجاء من كل بلوجر او الاعلاميين او مش عارفه انتوا بتسموهم ايه، المهم ما يسيئش لسمعه البلد. وبشكركم.